السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا غلا بالحلوين، يا هلا ويا غلا بشهر 7. شهر 7 برج السرطان يا ولاد. وما أدراكم وما أدراكم من غضب الشيطان، من غضب السرطان. هو أي نعم، آه، نعنوش وفرفوش ودمه خفيف وبيضحك ويهزر، لكن مش قادرة أقول لكم وما أدراكم من غضبه. علشان بقى نتقي شره ونتقي غضبه، قلنا نعمل له حاجة جميلة كده في عيد ميلاده. تا 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 تا. الله 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 ما شاء الله. ايه ده يا ولاد؟ دي كانوا 3 منجات. تخيلوا عينيهم من السنة اللي فاتت. عينيهم من السنة اللي فاتت، يعني من الزرعة اللي فاتت. يعني هي المانجا لسه ما طلعتش، بس هي بقى ايه بتاعت السنة اللي فاتت. حلوين قوي، كانوا صافيين كده. بصوا، طلعت منهم القشر بقى وسبتهم يفكوا كده. وانا قلت اجرب صينية كنافة بالمانجا بزبدة بيور. انا سمعت ان زبدة بيور كله يعني بيستخدمها وكده، فانا قلت نجرب. يعني النهارده الطبخة مع رجعاية زبدة بيور، زبدة الشرقية بيور. بصوا انا ما سيحتهاش، انا فكيتها وعملت بيها على طول. هنشوف طعمها ايه في الاكل. هي دي جاموسي، في منها جاموسي وفي منها بقري. هنشوف. احنا اول حاجه بقى سمينا الله ونصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه الصلاه والسلام. حطيت بقى ايه، حطيت الزبده اللي هي بيور ديت، وكان في زبده نيوزيلندي بتتباع برضو عند ايه، عند العطار. هو عطار الصراحه، يعني دي الحاجات دي كلها، يعني دي منتجات الالبان وحاجات من دي كتير. يعني كان في زبده نيوزيلندي دي بتبقى سايبه. عملت انا ايه بقى، سبتها تفك كده زبده نيوزيلندي على حته من زبده الشرقيه بيور دي، على حته من روابي اللي هي بالقشطه دي. عملت ميكس يعني. بتقولي ايه يا كرمه؟ المهم عملت ميكس بقى ايه، وقلت اشوح الزبده. رقص الجبنة. رقص الجبنه. رقص الكبده. لا، رقص الجبنة. سيح الزبدة، رقص الجبنة. ماما انت كنت بتقولي لي ايه دلوقتي؟ بقول لك لما تدي اللون البني، يعني هتبقى كده، وتحطي عليها الملح والحاجات الجميلة المسكرة والعسل. هي بتسالني دلوقتي بتقولي لي امتى هنحط الحاجات الجميله المسكره اللي هي المانجا، وهنحط الكريم شانتيه امتى، والحاجات المسكره والحاجات دي كلها. هو رفيع كريم شانتيه اللي فيها عيب يا ماما. ايه كريم شانتيه اللي فيها عيب؟ مفيش حاجه عيب خالص، وحد قال ان هي عيب؟ فهي بتسال امتى هنحط عليها الحاجات دي، لما توصل للون البني. ايوه، لما توصل للون الذهبي. عارفه اللون الذهبي؟ عرفنا اللي ما لون ذهبي دلوقتي. لا مش قوي يعني، كلها تشريحه كمان حلوه كده، على اساس ان هي تستوي يعني. انا والله يا جماعه اتحريت مع الكويس. شفتي بقى عشان تعرفي انا واقفه عامله ازاي في الحر النور ده، عشان خاطر اعمل عيد ميلادي. والله عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي. انا كده. امال انت فاكره انا واقفه بعمل لمين؟ ايه؟ بعمل عيد ميلاد ضد السرطان. وانا مش معايا فلوس اجيب لك، انا هجيب لك هديه. والله انت وذوقك بقى يعني. هاتي 10 جنيه. 10 جنيه؟ هاتي 10 جنيه. عيد ميلادي عيد ميلادي. شفتي بقى، محدش فكر ازاي يعمل حاجه. انا اول مره على فكره يا ولاد اعمل لي حاجه حلوه، والله اول مره اعمل لنفسي حاجه حلوه. هتلاقي ماما وآية بالليل هيجوا لك وجايبين لك حاجه، مش هينسى عيد ميلادي. عرفت ان هم مش بينسوا عيد ميلادي، بس انا عيد ميلادي بكره هيبدا من 12 بالليل. شفتي ايدي بترتعش ازاي؟ طب بص، بصي وانا عرقت ازاي والجو حر نار شمس. عايزه منك 10 جنيه. عايزه مني 10 جنيه كده هديه. ما تزعلونيش على الاقل اليوم ده. يا جماعه انا بهدي والله العظيم، بهدي تعبي ده. والصينيه دي ان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايدينا كده، يحسن ما بين ايديكم. وانت يا ماما لما يجي عيد ميلادي بهديها، مش هقول لكم بعد شهر 7، لا انا هقول لكم بهديها لبرج السرطان. هو لما يجي عيد ميلادي برج السرطان ده يا ولاد، بص انا اقول لكم حاجه. انا كده ما بفهمش في الابراج، بس انا كل اللي انا فهمته من الابراج ان هي اساسا تحليل شخصيات. ففعلا هم درسوا الابراج دي ازاي. شافوا مثلا انا شهر 7 من كام لكام مثلا، وشافوا مميزاتي وعيوبي وطريقتي، فعلى كده مثلا درسوا يعني، وعرفوا بقى اسلوبي وطريقتي. وعلى فكره بتختلف برضو من تربيه لتربيه، عشان برضو ايه هقول يعني عشان انا مش بايد قوي الابراج دي، لا انا بفهمكم انا ليه قلت لكم مثلا انا برج السرطان وذكرته ليه. هي دي شخصيات،
انا مش هقول لكم مثلا انا هدخل اشوف برج السرطان ده هيجيله فلوس ولا لا، حالته النفسيه هتبقى ايه، حالته الصحيه، كل ده بايد ربنا، كل ده بايد ربنا، وكل ده قدر ومكتوب، وكل ده يعني انا مش هفهمكم يعني. بس في ناس كتير على فكره وبنات كتير قوي شباب بيمشوا ورا موضوع الابراج ده. بس انا ايه حابه اقول لكم يعني كل حاجه هي بايد ربنا وكل حاجه. بس انا ليه ذكرت الموضوع ده؟ لاني انا بقول لكم على شخصيه، انا برج السرطان فده تحليل شخصيه مش اكتر، انا مش هدخل اشوف حظي يعني، لا انا بقول على انا 9/7 9/7 ده برج سرطان تقريبا بقى من 24/7 ل 8 لنص 8 برج ده اسد، ده برج الاسد، لان مازن ابني 6/8 برج الاسد. انا الصراحه مش عارفه لحد دلوقتي يا كارما برج ايه، حمل ولا حوت، انا مش عارفه. انا انت مش بمزاجك والله، يعني هي شخصيتك اللي هتبين. يا ماما اللي بيقول برج الحوت وكده. ناس عملت دراسات شافت مثلا يعني حللت شخصيه كارما ديت، لقتها مثلا مؤدبه ومحترمه، لقتها مثلا بتزعل بسرعه، لا ده بتضحك بسرعه، لقتها قلبها طيب وبتسامح، لقتها مثلا عنيده وشريره، فاهمه؟ فهم عرفوا دلوقتي ان كارما مثلا قلبها طيب وبتضحك وتهزر وكل الحاجات الحلوه دي فيها. فخلاص هم قالوا مثلا من كذا لكذا، يعني ايه يعني مثلا من 9/7 ل 24/7 مثلا، يعني ده برج سرطان، من لحد مثلا 24/8 ده برج سرطان مثلا، بعدها برج اسد، فاهمه؟ حللوا الشخصيات وعلى بنائها. مش فاهمه حاجه يا ربي بقى، بكره روح انت ليه ما ربنا يبارك. لا عادي، انت كده كل يوم ما بيعدي عليكي بتفهمي اكتر، كل يوم يعدي بتفهمي اكتر، كل ساعه بتعدي بتفهمي اكتر وبتكبري اكتر. يا جماعه ايدي اتلجت شفتوا؟ اشيل بس كده وسائل بقى معلي سنه اسمها ايه دي اسمها ايه الكنافه دي يا ولاد والله العظيم، وهي بتتحمر كده اقسم بالله تطلع عين الواحد. فيعني هي بتتاكل سهله، لكن والله بجد يعني هي ما فيهاش حاجه خالص. بصي المانجا جاهزه، كريم شانتيه هتضربيه بالمضرب، لكن الكنافه وانت بتقعدي تحمريها كده اقسم بالله بتطلع روح الواحد، وخصوصا لما يكون في الصيف. ليه؟ لان بصي بتبقى لازم على نار هاديه، لازم، لانها بتتلسع، بصوا بتتلسع، فلازم وطول ما انت واقفه ايدك فيها قلبي يمين وشمال. في ناس بتدخلها الفرن، انا الصراحه ما حبيتش ابتدي التجربه، لان ممكن الفرن بتاعي برضه انا مش ضمناه الصراحه يعني، انا ما بضمنش الفرن بتاعي ده ب2 جنيه. فقلت لا تبقى قدام عيني كده واقعد اقلب وروحي تطلع احسن احسن ما اضحي ايه بنص كيلو الكنافه. ده نص كيلو كنافه. الشربات جاهز عندي في التلاجة، كنت عامله جلاش فايه جاهز. بصوا انا مكسرتش الفيديو اهو عشان تشوفوا اهو، دي خلاص بدات تاخد لون ذهبي، هو مش باين في الكاميرا قوي بس هي خلاص بدات تاخد اللون الذهبي. المشكله برضه ان انا ماسكه الموبايل. لا شكرا كتر خيرك. والله ما هعمل حاجه غلط. بصوا هي كده وصلت للون الذهبي، انا مش عارفه هي باينه عندكم ولا لا، بس هي كده ما شاء الله لونها جميل قوي. بصوا اهي، بصوا لونها لون ذهبي. لا 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 ليه؟ لا لا بص لون الذهبي اهو. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ اوحش حاجه بقى وكمان يعني غير ان هي متعبه كده، بصوا البوتاجاز حوالين البوتاجاز كله بقى كنافه. بصوا هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده ايه؟ ده شربات كان عندي في الثلاجه كده وهي سخنه، حاجه كده ايه ما نزودش يعني، نحليها عشان لسه الكريمه برضه انا ما بعملش الكريمه على فكره مسكره يعني. ما شاء الله، حتى بصوا تتاكل كده والله، تتاكل كده من غير حاجه اهي كنافه اهو. بصوا الله، هاتي بقى كل واحده يا ماما. خدي قلبي، الله يا كرمه الله. هاتي كل واحده بالراحه. ده البوسه بقى. ما انا بقول لك اهو، تعملوش فيا حاجه، اعملوا اهي اهي. المانجا دي قلبي. هنضرب ايه بقى؟ هنضرب المانجا.
نكمل مع بعض. قلت بقى اللحظة دي لازم ابقى معاكم كده، لازم عشان تشوفوا الشياكة والأناقة والأنيقة والشياكة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية لبن بودرة عادي، بتنقل بقى كريمة في حتة تانية. مش عارفة جبت الكريمة المرة دي لقيتها عبارة عن نشا، مش عارفة ايه ده، غالية، كيلو ب200 وحاجة، غالية يعني مش رخيصة. مثلا يعني دي حاسة ان هي مش نشا قوي، دي كريمة، دي عاملة زي النشا ازاي. افضيها وارجع. الفرق ما بين الكريمة اللي كانت عندي حاسة ان هي دسمة كده، دي محطوط عليها نشا، فانا هقلبهم على بعض واخد الكمية اللي انا عايزاها. في فرق في اللون يعني، التانية اغمق من دي فاتحة. كل حاجة مغشوشة، كل حاجة مغشوشة. بصوا فرق في اللون. ايه رأيكم في الإضاءة؟ ايه رأيكم في الإضاءة؟ جبتلكوا لمبة اهوت، اهوت هنا عشان نعرف نتواصل مع بعض ايه كويس. مية مثلجة، حطيت سكر بودرة عشان ديت المفروض ان هي خام، المفروض. شوفوا المية طلعت كتير. مسكرة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. المية طلعت قليلة.
كنافة، لا كنافة، الكريمة، المانجا. يلا بينا بقى ننزل على الطبقات، نديها طبقات. هعملها في كبات كده، مش عايزه اعملها في صينيه. هشوف عشان كل واحد بدل ما ياخد خرطه ويوقع واجيب اطباق اهو مثلا نعملها كده وناكل بالمعلقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لونها ذهبي بس مش باين في الكاميرا قوي يعني. كانت عايزه تتحط في كيس حلويات بس انا كسلت. هنحشيها برضه مانجا بس هنشوف. دي العشان نجيبه. بعدين نحط كده. اخر حاجه الحاجات دي هتدخل في التلاجة تسقع. شوفي الحط واديني طبق. هتحلو يعني الدنيا هتحلو. هناكل سوشي بالكاو، هناكل كنافه بالمانجا. ما تكسفونيش بس عشان بقي مسح، عشان النور. وعشان النور عندنا ايه، كل ما ايد النور الدبانه تيجي. ماما اه بس عشان والله بس البنت دي طريقه ودي طريقه. يعني الدنيا هتحلو. ناكل سوشي بالكاو. يا راجل لا 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 لا. انا مره اقول بقى كده اوكي. هناكل سوشي بالكاو. يعني الدنيا هتحلو. يعني الدنيا هتحلو. ان شاء الله. هناكل سوشي بالكاو. يا راجل لا لا. يا راجل. كريم شانتيز. كريم شانتيز. عارفينه كريم شانتيز؟ عن جمال الطبقات، كلموني عن جمال الطبقات. والله جمال الطبقات. بصوا يا جماعه شايفين الطبق؟ على فكره انا بعمل فيه وكلته فيه كذا مره وانتوا صغيره، عشان بس بقيت ما عملتلكوش حاجه حلوه بقيت خليكم تاكلوا من بره، يعني خلي الناس تسترزق وخليكم تفرحوا. انا الحاجات اللي عملتها في القناه كلها كنت وهناكل سوشي بالكاو. يا راجل لا لا. بحب يا راجل يا راجل لا لا لا. جميلة. وهي أول حاجة كده يعني الدنيا هتحلو. يعني الدنيا هتحلو. وهناكل سوشي بالكاو. يا راجل لا لا. يا راجل لا لا. والباقي احنا هنعمل بيهم ايه؟ ناكلهم. الافضل بقى الباقي هنقسمهم بحق الله. الله. الافضل ان الكريمه دي تكون في كيس حلواني، بس انا ايه كسلت بقى. طبق خلص. بحق الله. بحق الله. الواحد ياكل طبق من قنبله قنبله قنبله. يلا والله عايز اكل كل الحاجات الحلوه دي. انت هتاكليها فرقها على الجيران. بصي ده يا بنتي وحلاوتها. يا بنتي ما تغصنيش. يا بنتي ما تغصنيش. يا بنتي ما تغصنيش من حلاوتي دي. عايزه تاكلي طبق دلوقتي كلي، عايزه تحطيه في الثلاجه شويه اللي انت عايزاه. وما حدش هياكل حاجه ثانيه؟ وفي حد هنا غيرنا؟ والباقي بيعملي بيهم يومين عشان لما حد يقول ايه فعلا. طبعا روحي اقفلي التلفزيون. المانجا بتنقط
كلموني عن جمال الطبقات، كلموني حد يطلع يكلمني عن جمال الطبقات يا ولاد. مفيش اي حاجه خالص، سهله سهوليه، هي بس الحاجه الوحيده اللي بس بتاخد وقت تقلبي في الكنافه بس، ولا تحط في الفرن ولا اي حاجه خالص. وادي انا عملتها معاكم ما فصلتش الكاميرا يعني، شوفوا اهو، بصوا اهو ما فصلتش خالص اهو، بصوا اهو. معلش يا حبيبتي. هي قطط بالظبط. العب يا معلم. هنقسم بها الله. كرمه ايش يقول لك؟ لا اقول لكم اكتر كرتون اللي انا بحبه. انا بتفرج على كرتون نتورك. اكتر كرتون يعني عندي كرتونات كتير قوي بحبها قوي. كرتون نتورك اللي هو فيه كلارنس وايه تاني، تايتنز اندالكو تايتنز اندالكو وايه والدببة الصغار. والدببة الصغار او هما الاثنين مره دببة صغير مره دببة كبار، يعني بيغيروا كده، هما صغيرين وهما كبار، بحبهم قوي. بس اكتر كرتونات بحبها اللي هو كراينز وايه تاني لا كراينز وبس. انا سلطان رجل زوج. عملوا صدقني اللي عمل الفيديو. يا دبانة يا رخمة. هي واحده بس، هي واحده. غدا اخواتها. لا والله هي واحده. عيد ميلادي عيد ميلادي. تخيلي بقى المندرية عيناها من السنة اللي فاتت، انت متخيلة؟ تحلو كفة ودنا في كفة في المستشفى. في المستشفى؟ هاتي قعدت لا خلاص انا حاسة يعني دي ولا اعمل ايه؟ عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي باظ. اعذروني أول مرة مش بسأل في نفسي خالص، مش دايما أسأل في نفسي. طب الحاسة دي يعني ولا أعمل ايه؟ تبيها كده. عيد ميلادي وناخد المكان. هتاكلي بتاعك؟ عايزين نجربه قدامه. جيت اللحظة ايه؟ الحاسمة. لا اللحظة المدوقة. احنا هنعمل ريفيو النهارده وهنقول لكم احنا جايبينه منين. نبدأ الريفيو يلا نبدأ ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الطبقات دي؟ ايه الطبقات دي؟ بسم الله. دوقي الأول ما تمثليش. والله ده تحفة انت تستاهلي. بسم الله. بصوا تنزلوا لتحت كده، بصوا الطبقات. مش عارفة والله ما بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عارفة ليه انت أول ما دخل بقك عملتي كده، لأنها فعلا أول ما بتدخل في البق كده بيديكي إشارة كده، إحساس في حاجة تعملي كده. ايه بس ايه الخفوفية والطراوة دي؟ ايه الخفوفية والطراوة دي؟ بسم الله. قلبي بيدق ايه حصلين. استني كده. واحدة تاني كده. قلبي بيحب. هما لو دخل التلاجة. قلبي بيحب واحدة. تعرفوا ان انا اول مرة ادوق كنافة بالمانجا؟ واحدة تاني عشان تعرف يعني. قلبي ده بتعرفوا المانجا بتعمل ايه؟ احنا حاطين كريمة على مانجا على بتاع يعني مخروطة بالقشطة. جميلة. جربوها والله هتتبسطوا. نشوفكم في الفيديو الجديد. باي اعملوا لايك اشتراك. فعلوا زر الجرس. يلا باي.